رغم الانتقادات، المغرب يختار الفعل بدل الكلام. مساعدات إنسانية مغربية تنقلها طائرات عسكرية وشاحنات تمر برا لتصل إلى قلب غزة. أكثر من 180 طناً من الغذاء والأدوية والحليب والخيام، بدعم مباشر من الملك محمد السادس وبتنظيم دقيق على الأرض. في وقت اكتفى فيه البعض بالشعارات، المغرب أوصل المساعدة حيث الألم والحاجة. نعم، البعض هاجم وشكك، لكن الواقع لا يكذب. الدعم وصل والناس في غزة شعروا به. من الجو والبر، من المغرب إلى غزة، دعم حقيقي لا يلتفت إلى الضجيج. طيران دولة المغرب، شكرا للمغرب. تتوج عملية نقل المساعدات من المغرب الشقيق إلى قطاع غزة بالنجاح، والآن تقف في مسارها الثاني في الأراضي المحتلة عند معبر كرم أبو سالم من الجهة الإسرائيلية، بعد أن نقلت إلى شاحنات إيذانا بإدخالها إلى قطاع غزة عبر المسار الجنوبي من القطاع. أتت هذه